وأنا أقف مع الزملاء وزميلاتي مر علينا في الفندق رجل قاعد في نفس الفندق كان عنده برضه شيء. قالت شاب ملتحي تستفيز فيه. قلت له إذا وجدت رجلا وزوجا مقنعا ممكن أتحجب. قال لها ما هي مواصفاته؟ قلت هو ربنا ما يستهلش. ممثلة كبيرة جدا اهتدت تحكي قصة هدايتها. قرأت هذا في كتاب اسمه من قصص الهداية، قصة معاصرة. هذه الممثلة مصرية تقول عملنا مؤتمر صحفي في أعظم فندق في القاهرة، واجتمع الناس الرجال وخلاص بدأنا عرفنا بالفيلم حيكون البطل فلان وده حيمثل دور فلان والقصة، وبعد ذلك داري يبدو التصوير بتاع الفيلم. قالت وأنا أقف مع الزملاء وزميلاتي مر علينا في الفندق رجل قاعد في نفس الفندق كان عنده برضه شيء. قالت شاب ملتحي وجاء سلمت عليه صاحبتي في الفيلم، صاحبتي في الفيلم زميلة في الدراسة، كوركت له وقام التفت جاون. قال سلم علينا ولم يصافحنا. قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. قام فتح معاه حوار كيف حالكم إن شاء الله كويسين. قلت انت تخرجت مشيت وين؟ قال لي انا خرجت وكذا وكذا اشتغلت كذا. انت عملت شغل؟ قلت انا مشيت في مجال التمثيل. فقال لها ما تزوجتي؟ قلت انا ما تزوجت. قال لها طيب يا اخي لسه ما تحجبتي؟ من زمان ما طالبه معانا في الجامعه انت ما محجبه، لسه ما تحجبتي؟ نقاش عابر. قلت له انا ما تحجبت. تستفيز فيه. قلت له اذا وجدت رجلا وزوجا مقنعا ممكن أتحجب. قال لها ما هي مواصفاته؟ قلت له أول حاجة يكون شاب وسيم وغني ومن حملة الشهادات العليا، يعني يكون عنده يا ماجستير يا دكتوراه. الشيء ده صعب. أول حاجة ممكن تلقى الغنيان لكن ما عنده ماجستير. ممكن تلقى ذو عنده ماجستير شين، يعني ذات يجيبوا لها المواصفات دي من وين؟ ممكن تلقى ذو عنده ماجستير وسيم فقران. قالت ده كله يكون الشيء ده كله فيه. قالت كان لقيت بالمواصفات دي رجل بهذه المواصفات غني وشاب ووسيم وأصحاب أموال وقالت يكون رجل مدين. بعد ده كله ممكن نلقى ده كله ما يبقى مدين، وممكن تلقى ده مدين الحبة دي ما عنده. يا أخي البنت دي جابت مواصفات عجيبة. واللي اهتدت ما هي صاحبتها بتسمع في الحوار. قام قال لها طيب لو وجدناه الآن بتتحجبي؟ قالت لو وجدت رجل بهذه المواصفات أتحجب وأترك التمثيل. قال ليها باللغة المصرية هو ربنا ما يستهلش. يعني راجل بهذه المواصفات ممكن تتحجبي له، الله ما ممكن تتحجبي له. بس قال كلامه مشى هو ربنا ما يستهلش ومشوا. ديك اللي سحبت النقاش ما تأثرت، دي تأثرت جدا. قالت مشيت دورت عربيتي، عندها عربية فخمة وأنا سايقة في الشارع قربت أعمل حادث. هو ربنا ما يستهلش. قالت دخلت البيت طبعا ما بيصلي لا صلاة ولا أي حاجة وتعشت في الفندق. قالت فيلا ضخمة براها رقدت نمت وأنا قاعد أتغطى. هو ربنا ما يستهلش. الصباح لا تسوق طوال جاء في أضانة. هو ربنا ما يستهلش. طوال توضت وصلت صلاة الفجر لأول مرة. ومن البيت إلى أقرب محل الحجاب اتحجبت، ومنه ذهبت إلى الاستوديو وقدمت استقالتها وتركت التمثيل للأبد. لمن؟ لله. وربنا ما يستهلش. شوف الشدة كيف قالت الآن أكتب هذه القصة وقد رزقني الله بزوج صالح وعندي من الذرية يعني ما عندي، وأنا وزوجي نذهب إلى الحرم لأداء عمرة رمضان في كل سنة والحمد لله. هو ربنا شنو ما يستهلش. قال لي والله يزول نجيط لكن
ذو النجيض قوي في النقاش. يعني ممكن تلقى راجل بمواصفات عالية تطيعه وتتحجب له. طيب ربنا خلق الكون وخلقه هي ممكن تتحجب له؟ طيب التبرج جاهلية،